لكن حتة تانية الأهم، حبنا لهذا الموقع وهذا المكان واحترامنا له، لأن مصر كلها تحرص على أن رئيسها يبقى شخصية محترمة، شخصية أب لكل المصريين. سافر في رحلات علاجيه بس ما كانش ولم يرسل له لا المرشد. ما كانش الحاله حرجه بالشكل اللي احنا شفناه. يعني عمليه جراحيه مش بسيطه، والامر كان فعلا مصدر قلق لكل الناس. لكن حته ثانيه الاهم، نتمنى ان الاب حسني مبارك ينظر الى ابنائه المسجونين. نتمنى أن الأب حسني مبارك ينظر إلى أبنائه المسجونين. هل لازلتم عند موقفكم أنكم لن ترشحوا أحدا لهذه الانتخابات؟ نعم، عند نفس الموقف، لن نرشح أحد من الإخوان المسلمين. ما حقيقة ما نشر حول أن هناك مرشح خفي بالفعل ستدعمونه في اللحظة الأخيرة وهو ليس من بين الذين رشحوا أنفسهم إلى الآن؟ لا، غير صحيح. هل لازلتم عند موقفكم أنكم لن ترشحوا أحدا لهذه الانتخابات؟ نعم، عند نفس الموقف، لن نرشح أحد من الإخوان المسلمين، وسنحدد موقفنا بعد فتح باب الترشيح وقرب انتهاء أو بعد نهاية فتح باب الترشيح، حتى نرى كل المرشحين وبرامجهم وتقييمهم وقدراتهم ومهاراتهم، ثم نعلن موقفنا بعد ذلك. ما حقيقة ما نشر حول أن هناك مرشح خفي بالفعل ستدعمونه في اللحظة الأخيرة وهو ليس من بين الذين رشحوا أنفسهم إلى الآن؟ لا، غير صحيح. لكن أنتم تنتظروا ترشيح آخرين؟ ننتظر ونتوقع أنه ربما المسألة لما يبقى في فتح باب الترشيح ويشعر بعض المصريين الآخرين أو بعض الشخصيات الأخرى بنوع من الجدية، لأنه طبعا الموضوع ما كانش واضح المعالم بتاعته، ده أول مرة بيعلن بشكل محدد تاريخ فتح باب الترشيح، فدي أول خطوة بتدي إحساس بالجدية في هذه المسألة، وبالتالي هنشوف يعني هل في بعض الشخصيات الأخرى ستترشح أم لا. هل طلب أي من المرشحون الحاليون دعمكم أو الاتصال بكم؟ والله يعني مسألة طلب الدعم بشكل محدد دي مسألة، لا، الكلام الزيارات والمقابلات والاتصال، معظم المرشحين إلا عدد قليل منهم طلبوا التواصل والزيارة. صحيفة واشنطن بوست في تقرير لها نشرته يوم السبت الماضي وصفتك بأنك براجماتي وداهية، وأن الإخوان في اللحظة الأخيرة سيعلنون ترشيحك للانتخابات الرئاسية. لا، ده غير وارد وغير مطروح.